مزارع الضفة الغربية لازقة في المستوطنات بتاعة البلطجية اللي جيشهم مسلحهم. من سنين بيعتدوا على المزارعين ويسرقوا المحاصيل ويقطعوا الشجر. العنف ده بيقلل قدرة أصحاب الأراضي إنهم يوصلوا براحتهم وبشكل منتظم لأرضهم، فالجيش الإسرائيلي مع السلطة الخانعة بتاعة فلسطين توصلوا لاتفاق ظالم كده اسمه آلية التنسيق. هيظبطوا للمزارعين مرتين في السنة يوصلوا لأرضهم، يحرثوها بقى ويزرعوها ويحصدوا وخلافه. نعم، تبدأني محصول ده اللي يستحمل تجاهل طول السنة إلا مرتين، دول كمان بيقيدوا وصول المية ليهم. عشان كده الفلسطينيين ما لقوش شجرة تستحمل معاهم المعاناة والتضييق غير شجرة الزيتون. الزيتون أصبح أكبر منتج زراعي في الضفة، وسوق ما شاء الله كبير، وبتتصدر منتجاته لكل دول العالم، من زيت الزيتون والصابون والعلاجات المختلفة. بيمثل لوحده 14% من الاقتصاد الفلسطيني، وبيدخل 70 مليون دولار كل سنة، وبيستفيد منه حوالي 800 ألف أسرة فلسطينية سواء بمزارعهم أو شغالين في مزارع الزيتون، وبعض المصادر بتقول إنهم أكتر من كده. المهم إن الزيتون لوحده معيش أسر كتير.